السلام عليكم أصدقائي الكرام متابعي قناة عمر لوريكي. في الحصة الماضية تطرقنا لإعراب عدة كلمات من بينها آه. أيضا تطرقنا لإعراب عليك نفسك، وتطرقنا لإعراب آمين، أيضا لإيه قلنا أنها اسم فعل أمر بمعنى امضي واصل، وإيها يعني بمعنى كف. ماذا أيضا؟ إذن ماذا بقي لنا؟ بقي لنا صه أو صه، ثم هلم جرى شتان وها ثم وي. إذن الآن سنبتدئ بصه وصه. صه لأن هناك فرق فقط في المعنى بالنسبة لصه وصه، الفرق فقط في المعنى. مثلا صه نقول صه يا ولد، أو صه يا رجل. فهم؟ صه يا ولد أي أسكت، أسكت يا ولد. غير أن هنا الأمر يعني أسكت يعني ليس سكوتا تاما، فقط أسكت يعني حاليا ويمكنك التكلم فيما بعد. فهم؟ هذا هو معنى صه المبنية على السكون. إذن ما إعرابها؟ ما إعراب صه في هذه الحالة؟ اسم فعل أمر. جيد جدا، نعم، هو اسم فعل أمر مبني على السكون. إذن نقول اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى أسكت، بمعنى أسكت. فهم؟ طبعا الحال فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. صه أنت، صه أنت. فهم؟ بالنسبة لصهين فنفس الإعراب، فقط الفرق أن صهين تعني أسكت سكوتا تاما. صهين يا ولد، أسكت سكوتا تاما ولا تتكلم في أي موضوع. هذا هو الفرق في المعنى. أسكت سكوتا تاما ولا تتكلم في أي موضوع. وهنا ممكن أن نضيف أن يعني صهين هنا مبنية على الكسر. فهم؟ اسم فعل أمر مبني على الكسر بطبيعة الحال بمعنى أسكت فيما يخص صهين. فهم؟ إذن هذا فيما يخص صهين. الآن ننتقل لشتان. شتان سنضع هذه من جملة، مثلا شتان زيد وعمرو. شتان زيد وعمرو، شتان زيد وعمرو. شتان اسم فعل ماض بمعنى افترق، هذا هو المشهور. اسم فعل ماض طبيعة الحال شتان مبني على الفتح، قلنا بمعنى افترق، بمعنى، عذرا على الكتابة بسرعة لأنني يعني أمسك الهاتف بيد وأكتب بيد. افترق زيد وعمرو. فهم؟ إذن هذا هو إعراب شتان، اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى افترق. يعني يقول النحاة أن شتان له فاعلان وليس فاعل واحد. فهم؟ له فاعلان، لكن الإعراب هنا سنقول أن شتان هو اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى افترق، وزيد فاعل، زيد فاعل، وواو العطف، وعمرو اسم معطوف بطبيعة الحال. إذن زيد هو الفاعل، زيد هو الفاعل. فهم؟ ما هو الفرق يعني بين أن تذكر شتان لوحدها هكذا ومعها واو العطف مثلا في البداية، كأن نقول مثلا وما الموصولة
أقصد الموصولة. وشتان ما بين زيد وعمرو. وشتان ما بين زيد. وشتان ما بين. هنا ما تعرب كالذي. وشتان الذي بين زيد. فهم؟ يعني تعرب موصولة، اسم مبني في محل رفع فاعل لشتان. طبعا الحال شتان يعني يستقر إعرابه اسم فعل ماضي مبني على الفتح بمعنى افترق. إذا ماذا بقي لنا؟ إذا الآن 5 دقائق في الشريط. سأكتفي فيما يخص هذه الفقرة، وفي جزء آخر إن شاء الله سأتابع الإعراب. إذا كان هناك من ملاحظة يمكنكم كتابتها في التعليقات. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.